السلام عليكم. أنا عمر المغربي وده الدرس الرابع إزاي نعمل استراتيجي من الصفر. حابب أفكركم إن إحنا عملنا قبل كده إيه هو ديجيتال ماركتينج وإيه هي وظائف الديجيتال ماركتينج، وإحنا دلوقتي بنعمل استراتيجي من الصفر. أول حاجة درس النهاردة مراجعة وجودك أونلاين، الناس بتشوفك إزاي والعميل بيشوفك إزاي. بصوا يا جماعة، قبل ما تبدأ أي استراتيجي تسويق لازم أشوف نفسك موجود إزاي على الإنترنت، على السوشيال ميديا إزاي. بنسميها إيه بقى؟ مراجعة وجودك الرقمي. تعال نشوفها خطوة خطوة مع بعض. يعني مثلًا الفكرة كلّها تشوف الناس بتشوفك إزاي، سهل يلاقوك والّا صعب، بيتعاملوا معاك بسهولة والّا الموضوع صعب؟ تعالَ نشوفها واحدة واحدة مع بعض. إيه اللي لازم تركّز عليه في البداية عشان تقدر تعرف وجودك الرقمي على السوشيال ميديا؟ نتايج البحث، لمّا حد بيكتب اسمك أو نشاطك في جوجل، هل بتظهر بسرعة؟ معلوماتك، العنوان، الرقم، المواعيد، صح والّا قديمة؟ مثال مطعم بيكتب اسمه يلاقي الناس الرقم مش شغال، طب أنا كده خسرت عملا كتير، أنا محتاج المطعم دوّة. شُفت أنا كتبت على جوجل مابس أقرب مطعم ليّا، فلقيت إن المطعم موجود جنبي جدًا وقريب، فهو أكله كويس، فأنا لقيت الفكرة طب فين رقمه؟ طب أطلبه إزاي؟ طب أوصل له إزاي؟ فلقيت الموضوع صعب. تعالَ نشوف بعد كده. في القنوات الرقمية، تشيّك على عندك حضور على كل منصات السوشيال ميديا زي الفيسبوك، انستجرام، جوجل مابس، والّا في قناة ناقصة؟ لازم تبقى عندك تواجد متكامل. إحنا دلوقتي موجودين على الفيسبوك وانستجرام، ليه ما نكونش موجودين على التيك توك؟ لعل وعسى في عميل على التيك توك مهتم بالحاجة اللي إحنا بنعملها. تمام، جوجل مابس، هل إحنا كل بياناتنا على جوجل مابس مضبوطة والّا لأ؟ تعالَ بعد كده. تفاعل مع العملاء، الناس تعرف توصلك بسهولة. يعني مثلا بيلاقوا زرار اتصل بينا، يعني لما بتخش على جوجل مابس كده بتلاقي حد بيقول لك اتصل بينا اطلب دلوقتي. لا، فانت كده في حاجة ناقصة والموضوع معقد. مثلا الناس لو انت بتبيع اونلاين، وجود فورم طلب سهلة بيشجع منه يشتري. انا بشوف فورم دلوقتي اللي هو بياخد منك بياناتك كأنك بتقدم على وظيفة. لا، احنا محتاجين منك اربع حاجات: اسمك، العنوان بتاعك، رقم موبايلك، ومثلا الخانة الرابعة دي بتحطها مثلا اوبشن، مثلا لو عندك حاجة بتبقى سايز نوع خدمة معين. فأنا محتاج منّك بصّات على العميل هتلاقي هو أصلًا بينجز معاك. تحليل الأداء، لازم تتابع مين بيدخل على الموقع بتاعك وجاي منين وبيعمل إيه، وتستخدم أي أدوات أنت بتحبها عامةً، يعني تكون متعلمها كويس. بعد كده بتدّيك الصورة كاملة. أنا مش هاقول لك أدوات دلوقتي عشان ما تستخدمهاش، ممكن تستخدمها أو أنت أصلًا مش هتعرف مش هتعرف تستخدمها، مش هتفيدك في النقطة دي. بعد كده لمّا بنبقى في الحتّة يعني في الحتّة اللي بعد كده هنعرف كل الأدوات اللي هنستخدمها ونستخدمها إزاي، وإزاي نطلّع منها أفضل نتيجة، عشان بس ما نشتتش نفسنا. توافق مع الموبايل، هي دي المشكلة اتحلت في أعظم يعني أغلب الويب سايت حلت المشكلة دي، بس أهم حاجة تفتح الموبايل، إن لازمًا الويب سايت يكون مع أي موبايل، أي موبايل حرفيًا، الويب سايت بتاعك يكون شغال عليه بكفاءة عالية. ليه؟ لإن أنت ممكن الويب سايت أصلًا أنت بتشوفه مثلًا على اللابتوب حاجة أو على الموبايل حاجة، فلازمًا كلّه يكون واحد. لازم يبقى كل موبايل، يعني اللي معاه سامسونج، أيفون، لازمًا الاتنين الويب سايت بتاعك يكون شغال كويس ومتوافق مع كل موبايل. الثبات، شعارك وألوانك وطريقة كلامك. عايز أفهمك على حاجة، أنت دلوقتي لو حطيت لوجو على الفيسبوك أزرق، وبعد كده الانستجرام أحمر والتيك توك أخضر، أيًا كان مثلًا، مش فكرة ألوان، الفكرة كلها أنا دلوقتي اشتريت منك الخدمة دي على الفيسبوك ولقيتك على التيك توك هاعمل لك فولو. ليه؟ عشان أنا ربطت إن شكلك أنا اشتريت اللوجو بتاعها كان أخضر أو مكتوب كلمة مميزة، فأنا لقيت على التيك توك لوجو تاني، ممكن أفتكر إن ده أصلًا شركة غيرك، هافتكر إن حد واخد اسمك، ممكن ما أفتكركش أصلًا. فأنت وجودك في كل مكان واحد بيعزّز ده من نَفْسك، يعني هتلاقي الفولو هنا بييجي لك هنا، بييجي لك هنا. خطوات تعمل بيها بقى إيه، إزاي تعمل مراجعة على السوشيال ميديا، تعملها إزاي؟ حدد هدفك، حدد أنت عايز إيه من المراجعة ديّة، مثلًا تزوّد الظهور بتاعك، تصلّح البيانات اللي ناقصة، تزوّد التفاعل، عايز تزوّد مبيعات، تجيب عُملا جديدة. يبقى أول حاجة بتحدد هدفك. ابحث عن نَفْسك في جوجل وشوف منافسينك، أول حاجة مش في جوجل بس، على الفيسبوك وعلى الإنستجرام وعلى التيك توك، شوف الناس بتبيع المنتج بتاعك بكام، شوف المنافسين اللي في نَفْس الcategory بتاعك بتعمل إيه وبتسوّي إزاي وبترُد على الناس إزاي، فده أصلًا هيفتّح مُخّك. وعايز أفكّرك إن الدرس الجاي أصلًا هيكون عن كده. استخدام أدوات بسيطة مثلًا والإحصائيات في السوشيال ميديا، الأدوات البسيطة أنا برضه مش هاذكرها لك عشان الأدوات دي هتلاقيها في كل platform مثلًا، هتلاقي في أداة بتساعدك، برضه عشان ما نشتتش نفسنا. بس أهم حاجة اللي إحنا بنستخدم أدوات وبنعمل بيها إيه، بنشوف الناس اللي دخلت عندنا بتعمل إيه وبتسوي إيه، بنعمل تحليل من الآخر. بس برضه الأدوات زي ما قُلنا إحنا مش هنستخدمها دلوقتي عشان ما نشتتش نفسنا.
بتعمل خطة تصليح للناقص، مثلًا لقيت رقمك غلط على جوجل مابس تصلّحه فورًا، لقيت مثلًا أنت على الفيسبوك أصلًا مش حاطط لوجو وحاطط على الإنستجرام لوجو، فلأ تصلّح كل حاجة، لازمًا كل حاجة تكون مضبوطة عشان تبدأ في يعني الإستراتيجي بتاعتك، لازمًا يبقى في رقم موبايل على الفيسبوك، لازمًا يبقى في رقم موبايل على الإنستجرام، لازمًا التيك توك والفيسبوك والإنستجرام ال3 بيبقوا نفس الشكل ونفس اللوجو. بس كده أفتكر إحنا خلّصنا، يبقى المراجعة دي بتخلّيك إيه، تبُص على نَفْسك من عين العميل، هل هيلاقيني بسهولة؟ هل يقدر يتعامل معايا بسهولة؟ لو الإجابة آه يبقى تمام، لو لأ يبقى تبدأ تصلّح، حتى لو آه وتمام لازمًا تبدأ تطوّر من نَفْسك وتشوف إيه الجديد وتعمله. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك باقي الكورس، وعاوز أفكّرك إن الدرس الجاي إزاي نبحث عن المنافسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.